للأسف احنا بنوجه طاقتنا في حاجات ملهاش أي 30 لازمة، زي المقارنات. يعني أنا بقارن نفسي بفلان اللي أنا دايما شايف إن هو أحسن مني، ولو عمل حاجة بتأثر عليا بالسلب، ودي حاجة ملهاش أي لازمة. وحقيقي هتضعفك وهتقلل من طاقتك، لأن أنت طاقتك دي بتتقسم. أنت مدي جزء كبير قوي للشخص ده وللمقارنة دي، والمفروض إن الطاقة دي تتوجه للحاجة اللي انت عايز تحققها. يعني مثلا انا عايز اجيب مجموع في الثانوية العامة، فانا هقارن نفسي بنفسي. يعني انا امبارح ذاكرت 10 ساعات، النهاردة ذاكرت 11 ساعة، فانا كده كويس. ما اروحش اقارن نفسي بقى بصاحبي اللي بيجاوب في الدرس، ما هو ده هيأثر عليك. واحد عامل بيزنس معين فيقعد يقارن نفسه بالمنافس بتاعه في السوق، مع انه عنده حاجات المفروض ان هو يصلحها، عنده مشاكل المفروض ان هو يقارن نفسه بالاسبوع ده عن الاسبوع اللي فات. انا الاسبوع اللي فات كان عندي مشاكل كتير جدا، بس الاسبوع ده حليت جزء كبير من المشاكل دي. فانت لو قارنت نفسك بنفسك صدقني هتنجح. اما لو قعدت بقى تضيع طاقتك ومجهودك في المقارنات اللي ملهاش اي لازمة، بان انت بتقارن نفسك بالمنافس او بتقارن نفسك بصاحبك او بتقارن نفسك بحاجات كتير، صدقني مش هتنجح ومش هتعمل اي حاجة في حياتك. فمن دلوقتي لازم تبقى واعي ومدرك وفاهم ان المقارنات هتقلل منك وهتضعفك. لازم كده تقف كده قدام نفسك وتقارن نفسك بنفسك وبس. انت اللي تستحق ان انت تقارن نفسك بيه، مش بحد غيرك. تمام. سلام.